السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم اخوكم محمد، ودي طبعا يا شباب القناه التانية. ومعانا النهارده يا شباب جزائريه بتقول لك كده: انا كنت خايفه ان انا ازور المغرب، ولكن يا شباب بعد لما زرت المغرب اسمعوا الكلام بتاعها. اسمعوا قالت ايه بعد زياره المغرب، مع انها كانت خايفه في البدايه. فشوفوا هي اتفاجئت باللي شافته في المغرب. فالنهارده المقطع ده ان شاء الله هيعجبكم، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعملنا اللايك وتشترك معانا في قناتنا جديد عشان عايزين نوصل 1000 مشترك يا شباب. ويلا خلونا نبدا. Au tout début أنا خفت، جيت جزائرية مي خفت، قلت مشيتي فيها؟ لا بالعكس. ولا خفت يقولوا لي ouais كاين ان كونفلي بيناتنا entre Algériens et Marocains. في les réseaux sociaux وفي الميديا ديالكم. Ouais. Donc au tout début franchement moi j'ai eu des amis مغاربة. صافي بليزير نسمع هادشي. أنا كنت عارفة، أنا j'ai beaucoup d'amis marocains. مراد. لا مراد، أنس، أشرف، وليد. Tout le monde, à chaque fois qu'ils leur viens et tout, et même leurs parents. Mais qui gîte, c'est encore fois 1000. Genre déjà, vous êtes très chaleureux, très accueillants, mais qui vous sont non, waouh, fois 1000. الأجواء في المغرب هاد البلاصة ديال الكوبوس. On peut s'exprimer en français, d'accord, on va avoir un bon air. Vraiment, genre en fait au début, moi j'avais un peu peur par rapport au conflit, mais moi je savais même pas qu'il y avait un conflit entre nous. Mais franchement, voilà que les gens, l'accueil magnifique, on n'a rien à dire, vraiment. والله العظيم mais vraiment genre on est, moi je vais revenir Inch'Allah. والله العظيم on se sent comme chez nous, genre on se sent pas comme si on était des étrangers. Voilà. Et surtout les gens vous êtes très accueillants, que ça soit à la maison, l'accueil à la maison, l'accueil à l'extérieur, vraiment. Merci. C'est des cadeaux qu'on nous a offerts. C'est vraiment trop gentil. On s'attendait même pas à un accueil aussi chaleureux. Wallah, merci beaucoup. والله بزاف عليكم، بزاف. الله تمرحبا. والله العظيم عيطت للبابا قلت له مشيت لتونس، مشيت يعني même توانسة خو c'est nos frères. Je suis partie en Suisse, en Allemagne, mais j'ai jamais vu un accueil aussi chaleureux. والله العظيم. صراحة أنا اختاريت الماروك. علاش انا اختاريت الماروك؟ ماشي نبغي بلادي نبغيها الجزائر، بصح ما نقدرش نعيش فيها، ما فيهاش. تعرف علاش ما نقدرش نعيش فيها؟ هي غير نافار افيك لو ماروك، ما فيهاش باش نوصلوا للماروك قرون. خاطر حنا بلادنا ماشي بلاد السياحة، ما عندناش لا غلط. هذه هي بلادنا، لا غلط، هذه هي بلادنا، بلادي نفتخر بها. بصح باش نوصلوها زعما تنديرو كيفهم ونعيشو كيفهم ونديرو كيفهم من المستحيلات. قلت لها نختارو المغرب. قال لي داكور، قال لي قبل ما ان شاء الله تدي لا روتريت 2 موا ولا 3 موا نشوف نبيع الدار تاعي. في الدار تاعي تنباع في حنايا عندنا ليها تنباع باسكو الناس تحوس السكاني خاطر جايه حدا البحر. قلت له نمشيو للماروك، نديرو 3 موا هنايا في فرنسا و 3 موا في الماروك، 3 موا في فرنسا 3 موا في الماروك. قال لي ما كاينش مشكل، ولدي فيصل معايا ان شاء الله، لا يكتب الله. ولدي فيصل يكون تحتي 3 موا هنا و 3 موا ليه، 3 موا هنا و 3 موا ليه ان شاء الله. نحيا ربي، راني نقول لكم من نحيا ربي. قراري هذا هو. انا حياتي غادي نكملها في الماروك، ما نكذبش عليكم، بلادي نحبها ونموت عليها، بصح باش نوصلوا للمغرب امبوسيبل. هذه مستحيلات. مانيش نعيب على بلادي، مانيش نخطف في بلادي، باسكو هما بلاد السياحه، كاع العالم يجيهم. حنايا ما عندناش بلاد السياحه. جو تروف ما نقدرش نعيش في الجزائر، ما نكذبش عليكم، ما نقدرش نعيش في الجزائر. من بعد نجيب لكم فيديو علاش الجزائر وعلاش حاجه انا ما نقدرش نعيش فيها، ما نكذبش عليكم. سواء نعيش هنا سواء نعيش في الماروك. الماروك ان شاء الله بقدرة الله، ان شاء الله لحينا ربي. الى طولت العمر، ما طولتش الله غالب 2024 نكون مستقره في المغرب. 2023 ما تكمليش لا روتريت، تكملي لا روتريت حتى 2020، ندخل في لا روتريت حتى 2024 افريل 2024
ان شاء الله لحين ربي 2024 لو موا جويي نكون مستقره في المغرب، ندير 3 شهور هنا و 3 شهور في نقسم 3 شهور يجي يخدم هنايا. ادم باسكو هو عارفين ادم ارتيست ما يقدرش يصبر على لي طابلو تاعه، هو كوميرسيال لازم يجيب الناس لي شونتي. الوغ قال لي نمشيو 3 شهور نرتاحوا و 3 شهور نجي نطاكيها خدمه هنايا، يكون عندها اكسبوزيسيون وهادي ان شاء الله. انا نفتخر ببلادي الجزائر، ما نقولكمش بصح بلادي ما نقدرش نعيش فيها باسكو ما فيهاش بلاد السياحه. بلادي باش توصل يفو قرون باش نوصلوهم، باش نوصلوا للمغرب. ان شاء الله ربي تانيك هما يوصلوا، ما نتمناش لبلادي الشر. ان شاء الله حتى هي تهم ربي يعاونهم ويزيدوا يتقدموا كما تقدمت المغرب والبلدان الاخرين ان شاء الله يا ربي. ونتمنى لكم هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وهذا هو قراري. انا مستقره في المغرب ان شاء الله. 2024 ان شاء الله تشوفوني في المغرب. لحين يا ربي، لحين ربي. زي ما انتوا شفتوا كده يا شباب، شفتوا الجولة بتاعتها وشفتوا ازاي هي فرحانة ومبسوطة في المغرب بعد لما كانت طبعا هي خايفة تيجي. ممكن يكون مثلا حد قال لها مثلا لا ما تروحيش المغرب، ده ممكن مثلا ده بيكرهونا، ده مش عارف، انتوا عارفين الكلام وكلام الاعلام ومن هنا ومن هنا طبعا. فهي لا، قالت ان هي تجرب بنفسها، وزي ما انتوا شفتوا كده تجربتها فعلا هي في تجربة فريدة، واكيد عمرها ما تنسى زيارة المغرب، لان طبعا هتشوف حاجات تراثية وحاجات كده فريدة وحاجات مميزة في المملكة المغربية. ده غير الاسواق المغربية طبعا اللي اي سائح يا شباب اذا كان عربي او اوروبي لازم يجرب طبعا الحاجات اللي في الاسواق المغربية، اذا كانت الملابس او الاكلات او طبعا الزيوت والمستحضرات التجميلية اللي في المغرب دي زي زيت الاركان وغيرها طبعا من المستحضرات طبعا دي. فأي حد طبعا بيزور المغرب لازم يجرب الحاجات دي. فالمهم ان هي كانت خايفة في البداية، ولكن في النهاية نسفت طبعا الموضوع ده من دماغها، وشافت كده طبعا التعامل الكويس من كل طبعا الناس اللي تعاملوا معاها واكرموها وكده، فغيرت طبعا الفكرة دي من دماغها نهائيا، وبدأت تعترف ان هي كانت خايفة في البداية. فبس يا شباب دي كانت نهاية المقطع. بس متنساش تعملنا كده اللايك وتشترك معانا في قناة جديد. عايزين نوصل يا شباب القناة دي ل1000 مشترك، فاعمل لنا اللايك وتشترك معانا لو انت جديد. ويلا في امان الله وحفظه.